أعزائي مستمعي النادي المصري في كل مكان، واحنا بنتابع آخر استعدادات النادي المصري للمباراة الهامة والمرتقبة أمام نادي سموحة غدا. حبينا نعرف آراء جمهور النادي المصري في مباراة غدا. معانا أحد جمهور النادي المصري، نتعرف بحضرتك. صلاح صبحي. حاج صلاح، كنا حابين نعرف رأيك في مباراة غدا. إن شاء الله ربنا يكرم الفرقة، والفرقة كابتن طارق عامل مشكل تشكيل كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيه رغم غياب عاشور وبتاع، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. طب حاج صلاح، شايف ان فريق سموحه من الفرق الصعبه عن النادي المصري؟ فريق سموحه فريق يعني بيقوده مدرب كويس، وفريق جيد اللعيبه، عنده لعيبه كويسه وعنده اداره كويسه، فان شاء الله ربنا يعني يكرمنا بكره ان شاء الله. طيب حاج صلاح، اخيرا توقعاتك ان شاء الله للمباراه؟ ان شاء الله هنفوز 1-0. واحنا بناخد من كلام الحاج صلاح وبندعو للتوفيق للنادي المصري. شكرا يا حاج صلاح. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله في الماتش الجاي ان شاء الله بكره. العمليه بس مش يعني مقفله مع النادي المصري يعني، بس احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا بكره ان شاء الله وهنكسب باذن الله، هنكسب 2-0 ان شاء الله. طب يحيى، رايك في فريق سموحه؟ والله الواحد ما يقدرش يقول فرقه وحشه، لا سموحه، نادي سموحه فرقه تقيله وفرقه كويسه ومحترمه، بس احنا بنتكلم برضك عن النادي المصري مش سهل. النادي المصري فرقه حلوه كويسه، بس هي عمليه حظ بس تفتح معانا وربنا يكرمنا واللي جاي احسن. طب يحيى، شايف ان الماتش ممكن يبقى صعب على النادي؟ لا، ما فيش حاجه اسمها صعب، ما دام في رجوله وجدعنه من اللعيبه والنيات ربنا يكرمهم وهيكسبهم. ما فيش حاجه صعبه على النادي المصري. طيب اخيرا يا يحيى، توقعاتك ان شاء الله؟ توقعاتنا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم النادي المصري ان شاء الله 2-0 باذن الله. واحنا بناخد من كلام يحيى اعزائي المستمعين وبندعو بالتوفيق للنادي المصري وبنشكر يحيى شكرا جزيلا. معانا احد جمهور النادي المصري، نتعرف بيك. ان شاء الله النادي المصري يكسب ويجيب 2-0 ان شاء الله النتيجه، بس اللعيبه تشد حيلها شويه بس ويلعبوا باسم النادي المصري، ما يلعبوش لشخص ولا اي حاجه، يلعبوا بكيان النادي المصري بس، عشان جمهور النادي المصري يصلح اللي تعب معاهم طول الفتره اللي فاتت ديت، واحنا مساندين الكابتن طارق يحيى لاخر الموسم هو والجهاز الفني بالكامل، ومفيش حاجه ومفيش حد هيمشيه ان شاء الله. كابتن طارق يحيى يعمل نتائج كويسه ان شاء الله، الاداء هيتطور من فتره لفتره ان شاء الله، والنادي المصري يبقى في المقدمه ان شاء الله. طيب شايف فريق سموحه ازاي؟ فريق سموحه والله فريق محترم عنده مراكز كتير كويسه، نص الملعب بتاعهم تقيل، ابراهيم عبد الخالق، حمص، وعندهم المدير الفني برضه كويس دينيس لافاني، وعندهم المدافعين كويس احمد سعاد هوكا، وعندهم الجون محمد صبحي. فرقه تقيله ماهيش فرقه صغيره، وان شاء الله ربنا يكرم النادي المصري كده ونكسب الماتش ان شاء الله وناخد 3 بونت ونفرح جمهور بورسعيد ان شاء الله. طب اخيرا توقعاتك ان شاء الله للمباراه؟ ان شاء الله بس اللعيبه هتلعب تيم كويس، وان شاء الله يكون في رجوله في اداء النادي المصري، وبنصعد للمراكز الاولى ان شاء الله وناخد 3 بونت. واحنا بناخد من كلام مشجعي النادي المصري وبندعو التوفيق ان شاء الله للنادي المصري. شكرا. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا باذن الله بكره قدام نادي سموحه، قدام نادي سموحه برضه نادي كبير، بس المفروض برضه النادي المصري واللاعيبه والجهاز الفني ان شاء الله يحولوا ان شاء الله باذن الله اللعيبه حل صلاح جديده باذن الله، تشكيل جديد باذن الله كابتن طارق يحيى عامله، وباذن الله ان شاء الله هنكسب نادي سموحه ب2 باذن الله بهدفي احمد رؤوف وداوود ان شاء الله باذن الله. طيب وانت بتتابع النهارده التمرين، قول لي كده رايك النهارده في الفريق كان عامل ازاي؟ الحمد لله في روح جديده للاعيبه، والكابتن طارق يحيى عامل مدي للاعيبه روح جديده ومدي لهم ثقه ان شاء الله، وباذن الله اللاعيبه كلها مستعده للفوز ان شاء الله. طيب اخيرا حابب اسالك على توقعك ان شاء الله نتيجه المباراه؟ ان شاء الله باذن الله النادي المصري باذن الله بكره هيكسب 2-0 باذن الله. واحنا بناخد من كلامه وبندعو بالتوفيق ان شاء الله للنادي المصري. معانا احد جمهور النادي المصري، حابب اتعرف باسمك؟ احمد يوسف. احمد، قول لي رايك ان شاء الله في مباراه غدا؟ ان شاء الله كابتن طارق يحيى عامل تشكيل كويس، وجماهير مصر فرحانه بالتشكيل، تشكيل جديد مش زي تشكيل المباراه الداخليه. طبعا المباراه الداخليه صفحه وانقفلت، المباراه الجديده ان شاء الله داخلين بروح جديده ان شاء الله، وان شاء الله هنكسب. طيب احمد، من متابعتك النهارده للتدريب، شايف اللعيبه روح المعنويه مرتفعه النهارده؟ شايف ان في قتال في التمرين؟ يعني شايف ان شاء الله في نتيجه حلوه ان شاء الله تحققها بكره؟ والله اللعيبه بتعمل اللي عليها، والاستاذ ياسر يحيى بقاله يومين بيجي يحضر التمرين ويشد من اثر اللعيبه، عشان احنا تعبنا وقسينا، ف
اللعبة داخلة بروح جديدة، وإن شاء الله اللعبة ناوية على الفوز إن شاء الله. طب احمد قول لي رايك في فريق سموحه. فريق سموحة فريق محترم وفريق قوي عنده لعبة جيدة، بس طبعا نادي المصري نادي كبير واسم كبير وعنده لعبة خبرات، وإن شاء الله يقدروا يحسموا المباراة إن شاء الله. احمد شايف ان الماتش ممكن يكون صعب او بمعنى اصح رخم على النادي؟ هو الماتش صعب بس جماهير مصر واثقة في اللاعيبة وفي الجهاز الفني إن شاء الله، وهدفنا على الفوز إن شاء الله. اخيرا يا احمد توقعك ان شاء الله. إن شاء الله 2-0 لمصر بإذن الله. واحنا بناخد من كلامك وبندعو بالتوفيق للنادي. شكرا يا احمد. معانا احد جمهور النادي المصري، اتعرف باسمك. محمد عبد المنصور. محمد قول لي النهارده رايك في التمرين، بما انك حضرت التمرين قول لي كده، طمنا على اخر استعدادات الفريق للمباراه. ان شاء الله بامر الله احنا داخلين بكره الماتش بروح جديده، اللعيبه هيبدا عندها حماس بامر الله، باذن الله التشكيل هيبقى كويس عن الماتشات اللي فاتت. كابتن طارق يحيى بدا يظبط التشكيل، بدا هيلاعب الناشئين، برضه هيلاعب محمد عادل جمعه يقف الشمال. برضه اللعيبه دي برضه لازم تاخد فرصتها في النادي، على ان انت عندك برضه ناشئين كتير برضه لسه هتاخد فرصتها، زي محمد اسامه زي البليه زي محمد اسامه زي البليه زي غزالي زي الناس دي كلها، بس يصبروا شويه، يصبروا في مساحه برضه بامر الله للنادي، لسه في برضه ماتشات كتيره. 38 ماتش 38 ماتش، فاللعيبه كلها تاخد فرصتها باذن الله، وبامر الله بكره احنا يعني هنبقى شكل جديد، مع ان فرقه سموحه يعني فرقه اللي بتلعب كره منظمه وبتلعب كره كويسه، بس بامر الله هنبقى يعني 2-0 باذن الله. بعيد عن كل ده، انت شايف حضرتك ان الناس واقفه في التمرين، الناس واقفه بتشجع فرقتها، الناس واقفه لغايه ما اللعيبه بتطلع اتوبيساتها مش عاوزه حاجه من حد، الناس بتحب النادي بجد. فهي ده بامر الله هتبقى برضه روح حلوه للاعيبه، شايفه الناس برضه نفسها للمكسب، نفسها للفوز، نفسها الكابتن طارق يحيى يكمل معاها، نفسنا نبقى مثلا فرقه مستقره، زي برضه نصبر على الراجل شويه اللي هو هيدي برضه هيدي للناشئين، وهيدي في لعيبه كويسه عندنا برضه لسه ما كملش، لسه برضه محمد اشرف هيجي لما يجهز 100% هيدي، داوود برضه هيبدا بكره بامر الله، فان شاء الله يبقى يعني لينا شكل بكره باذن الله احسن. طيب بما انك وسط الجمهور يا محمد، حابب تقول لي ايه الاقاويل اللي بتدور في الشارع؟ بص، الاقاويل اللي بتدور في الشارع اللي هو المدير الفني يتغير، المدير الفني لازم يشد شويه على اللعيبه برضه بتلعب، يعني احنا مثلا كنا بنبقى مثلا 0-0 اللعيبه بتموت نفسها عن كده، اللعيبه النهارده بتلعب لكنهم موظفين زي ما كابتن ياسر قال، فاحنا عاوزين اللعيبه تلعب بروح النادي المصري، تلعب زي ما الجمهور كده واقف بيشجعهم، يعني بدل ما الجمهور زي ما الجمهور واقف بيشجع كده، اللعيبه تقف، اللعيبه تلعب في الملعب زي ما الجمهور واقف بيشجع، اللعيبه زي ما انت شايف الجمهور واقف النهارده بحماس بيشجع الكابتن طارق وهو خسران الماتش وهو متعادل الماتش اللي بعده، طبعا انت فاهم جمهور بورسعيد بيحب المكسب، يعني بيحب يكسب على طول ما بيحبش يخسر. طب يا محمد انت هل شايف ان الجمهور فارق جدا مع النادي؟ طبعا الجمهور يفرق مع اي حد، احنا زي ما اي حد في العالم الجمهور هو رقم واحد، يعني هو رقم اللعبه الواحد، فبامر الله الجمهور يرجع تاني، يعني لو كان الجمهور موجود كان ممكن نشوف نتائج احسن من كده. الجمهور لو موجود طبعا هنشوف نتائج احسن، بس الجمهور موجود معاهم في كل حاجه الا الماتش، يعني الجمهور بيبقى معاهم لحد الاتوبيس اهو احنا حاضرين اهو لغايه الاتوبيس لغايه ما بيمشوا لغايه بيطلعوا بره بورسعيد، تمام لغايه ما بيطلعوا بره بورسعيد والجمهور معاهم، فهو لما هي اللعيبه المفروض تشوف الكلام ده وتشوف كده، فلازم تدي للنادي المصري قيمته، لان النادي المصري ده ما يقلش عن الاهلي، ما يقلش عن الزمالك، ما يقلش عن الاسماعيلي، اللي يمسكه بيبقى اخد شرف كبير قوي للنادي المصري، مش احنا يعني برضه بنحيي الكابتن ياسر يحيى وبنحيي مجلس الاداره كله، طبعا كل مجلس الاداره كله، لان هو كل الناس دي وقفت معانا موفرين كل حاجه للعيبه، اللعيبه كلها اخد عقودها، اللعيبه كلها اللعيبه ما شاء الله مش مشاكل ماديه عندنا، الحمد لله ما فيش اي مشاكل ماديه عندنا، بيعمل لهم اللي هو نفسهم، فاحنا جبنا النهارده احنا ثاني فرقه جايبين اكثر صفقات بعد الزمالك، وجايبين لعيبه مثاليه، جايبين الكابتن احمد رافع بامر الله يضم المنتخب، جايبين حماده يحيى برضه كان هداف سموحه، جايبين عبد الله الشحات برضه هياخد فرصته، جايبين لعيبه كتير، جايبين وعندنا اسامه عزب وعندنا محمود شاهين. محمد عايزك تديني نصيحه للعيبه. نصيحة للعيبه اللي هي تركز في الملعب شويه، اللي هي ما تاخدش الكلام بقى اللي ده هيمشي، اللي ده هيبقى موجود، كابتن طارق مشي، كابتن طارق موجود، انت بتلعب للنادي المصري، بس هو بامر الله كابتن طارق موجود، اللعيبه تركز شويه في الملعب تدينا الروح اللي هم زي ما الجمهور بيديها لها، يعني الجمهور بيديها لهم في التمرين، الجمهور لما بيشوفهم في الشارع بيحتفل بهم احتفال مش معقول يعني. طيب عايزك تقول لي رساله للناس اللي ما بتلعبش. الناس اللي ما بتلعبش تصبر، احنا 38 ماتش النهارده، الناس اللي ما بتلعبش تصبر، هو كابتن طارق لما اجى صرح قال لك انا بلعب اللاعب الاجهز،
ممكن اللاعب ده برضه لو نزل برضه هيتكسر، هيتصاب، هيحصل له اي حاجه، فاهمني؟ يعني محمد اشرف النهارده لعب برضه الماتش اللي فات ما كانش برضه في مستواه اللي احنا مش هنشوفه زي قناه بني سويف او قناه المنتخب. لسه برضه يعني كابتن محمد اسامه برضه لسه كل ما بيبقى واقف على رجله بيصاب تاني. عندنا برضه هو بيلعب الاجهز، لان هو برضه الدوري طويل 38 ماتش، اكيد هيحتاجه، اكيد هيحتاج فلان، واكيد هيحتاج اكيد. فالناس اللي ما بتلعبش هتصبر شويه، هو كل ده لسه ما ثبتش تشكيل. يعني هو ده احنا بقالنا كام اسبوع هو بنغير في اللعيبه، كل ماتش لازم نتفرج على الدورات الاوروبيه، التشكيل بينزل 11 لاعب والتغييرين معروفات. فهو برضه احنا برضه هنصبر على الكابتن طارق عشان برضه ما نبقاش زي سنين كتير بنشيل مدرب وبنجيب مدرب وترجع الفرقه تقع احنا عاوزين النهارده المصري يبقى في مركز متقدم، يعني مش عاوزين المصري يبقى. واحنا بناخد من كلام محمد احد جمهور النادي المصري ومن حماسه وروحه المعنويه المرتفعه، وبندعو بالتوفيق ان شاء الله للنادي المصري غدا، وبنشكر الاستاذ محمد. شكرا جزيلا. شكرا مستمعينا مستمعي راديو المصري اف ام في كل مكان، وفي اطار تغطيتنا الحصريه لاستعدادات النادي المصري للمباراه الهامه والمرتقبه مع نادي سموحه يوم الاربعاء. حبينا نعرف اراء النقاد والجماهير في المباراه الهامه والمرتقبه. معانا الدكتور محمد فاروق مدير المركز الاعلامي للنادي المصري. بنرحب بيك يا دكتور، وعايزين نسال حضرتك رايك ايه في المباراه القادمه للنادي المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد ان شاء الله مباراه صعبه للنادي المصري امام فريق سموحه. فريق سموحه رغم ان هو عنده 10 نقاط لغايه دلوقتي، ولكن برضه ما ننساش ان هو كان وصيف في الدوري العام والكاس الموسم الماضي. فريق قوي بيقوده جهاز فني على المستوى متميز، مكثف فرنسي دينيس لافاني، مع لاعبين على اعلى مستوى، مع ناس في المنتخب دلوقتي او بتلعب بشكل اساسي زي احمد سعيد اوكا، زي ابراهيم عبد الخالق، مع لاعب زي هاني العجيزي. هو هاني العجيزي مش هيلعب عشان هو المفروض، وصلاح امين اعتقد ان في غيابات ممكن ما يشاركش في المباراه، ولكن برضه عندهم لعيبه زي علاء علي، زي هشام فتح الله. يعني مجموعه لعيبه متميزين ومجموعه لعيبه افارقه متميزين، وحارس مرمى قوي محمد صبحي. ولكن ان شاء الله نامل ان النادي المصري ان شاء الله يقدم مستوى متميز هذا الموسم ان شاء الله في المباراه دي تحديدا. يعني النادي المصري اللعيبه كلها يعني الكلام اللي وصل لنا ان هي بتتعهد مع بعضها ان شاء الله ان هي المباراه دي تكون انطلاقه للنادي المصري. لعيبه المصري بتقول ان فريق سموحه فريق بيلعب كره هجوميه، والفرق اللي هو المصري بيحب يلعب الفرق اللي بتلعب كره هجوميه والملعب بتاعها بيبقى مفتوح زي مباراه الاسماعيلي كده. مش فريق بيلعب جيم مقفول يعني زي الانديه الثانيه اللي مصر لعبها زي الداخليه والفرق والمقاولين والفرق دي. فنتمنى ان شاء الله تعالى ان المصري يلعب جيم متميز، اللعيبه تحقق فيه طموحات جماهيرها ان شاء الله، وتقدم مستوى طيب ترضي بيه طموحات الناس، وتعيد المصري الثاني لدائره المنافسه. نتمنى ان شاء الله ان المصري يرجع يبقى بشكل كبير يعني ينافس على تقدمه. اعتقد المباراه دي عنق زجاج يعني. طب دكتور محمد، من وجهه نظرك شايف ان المباراه هتمشي؟ اعتقد يعني انا اتمنى ان شاء الله كده ان شاء الله ان احنا نلعب بشكل هجومي يعني حتى يعني ونسيب النتيجه دي يعني للملعب والتوفيق بتاع ربنا، لان احنا لما بنلعب بشكل دفاعي اعتقد ان بنكش قدام الفرق الثانيه. فلا انا العب بشكل هجومي. اتمنى ان المصري يلعب 4-4-2 لا 4-4-2 بشكل عادي ونلعب بشكل كويس. اتمنى ان انا اشوف لعيبه ان شاء الله، نفسي اشوف لعيبه جدد في الفريق زي عبد الحكيم، زي احمد داوود، زي علاء شعبان في مركز خط الوسط المهاجم. يعني نفسي اشوف ناشئين في النادي المصري يشاركوا في الفريق الاول حتى في القائمه، يعني يديله دفعه النهارده ان انت تدخله في القائمه زي طارق العدمي، زي محمد اسامه، زي محمد جمعه، زي محمد اشرف. الناس دي بحيث ان شاء الله يعني انا شايف ان شاء الله باذن الله لو احنا يعني المباراه دي انا حاسس ان هي هتبقى مباراه محوريه او فيصليه او فيصل عنق زجاجه، لان احنا هنريح بعد المباراه دي حوالي 19 يوم ولا حاجه 20 يوم. فنتمنى ان شاء الله ان المصري يعني ارجع 19 يوم دول وانا بادئ، بحيث ان انت تبقى بادئ بعد كده هترجع تلاعب الزمالك وهترجع تلاعب حرس الحدود. فنتمنى ان شاء الله الفوز للنادي المصري وانهم النتائج ما خدمتناش يعني. لا ان شاء الله الناس اللي تحتنا كلهم كده فازوا. فاحنا دلوقتي في المركز الثامن، يعني انا لسه كنا من اسبوعين في المركز السادس بالظبط، يعني في الاسبوع السادس كنا في المركز الثالث، في الاسبوع دوت في المركز الثامن، وفي فرق لو كسبت ممكن نتقهقر ثاني.
فانا نفسي ان احنا نتدارك ده في السنه الموسم الماضي، ودي حاجه مهمه جدا. ما اسيبش الظروف ان انا اقعد لغايه اقعد في الدوري في اخر اسبوع وفي اخر 10 دقائق والكلام ده. جماهيريه النادي المصري واللاعيبه اللي فيها النادي المصري والدعم بتاع مجلس اداره النادي المصري والجهاز الفني المتميز في النادي المصري يقول لا، ان احنا لازم نحقق مركز، لازم ننافس على الفرق، واعتقد ان احنا قادرين على كده ان شاء الله. طب اخيرا دكتور محمد، توقعك ان شاء الله للمباراه؟ انا اتمنى المصري يكسب، يعني ما بحبش اتوقع، ولكن اتمنى المصري يكسب طبعا، يعني لان يعني ما اعرفش، انا بحس ان اليوم بيسود معايا لما المصري بيتعادل او بيخسر يعني. فاتمنى ان شاء الله ان المصري يحقق المكسب. وعايز اقول على حاجه، احنا يوم مباراه طلائع الجيش رغم ان المصري خسر بنتيجه 4-2 ورغم ان كان في اخطاء دفاعيه فادحه، ولكن انا خرجت كنت مبسوط نوعا ما من الاداء اللعيبه. نسبه الاستحواذ كانت لا، والاداء كمان من اللعيبه انا دايما بقول ان طالما اللعيب نزل قدم عليه في الملعب وعمل اللي عليه وقدم كل الاسباب للحصول على النقاط الثلاث، حتى لو النتيجه جت غير كده تماما سواء خسرنا او تعادلنا، والله ما بزعل. يعني بقول خلاص، في حاجه اسمها ببلغ وانا ممكن اكون مش موفق الماتش ده، هبقى موفق الماتش اللي جاي وهكذا. ان الجمهور كمان بعد اي ماتش بيلاقي المستوى. ولكن اللي بيزعلني انا كواحد من جماهير النادي المصري ان انا احس ان اللعيبه دخيله في جهدها في الملعب. لو اللعيب او في ظروف فصل يعني انا عاذر ان ممكن يكون اللعيب بيفكر عنده مشكلات، عنده حاجه، بس انا اتمنى منهم حاجه، ان هو قبل ما ينزل ال 90 دقيقه دول اللي هم ال 90 دقيقه دول يفتكر حاجه واحده بس، ان في ما يقرب من مليون بورسعيدي مستنيين. فالمليون بورسعيدي دول يعني ولا بيفرق معاهم اكل ولا شرب ولا مواصلات ولا اي حاجه خالص، ولا تموين ولا اي حاجه خالص، اللي بيفرق معاه فوز النادي المصري. فلما يعرف ان انا هنزل اسعد مليون بورسعيدي لازم اموت نفسي. وكمان بنلاقي دوت على الوجوه يا دكتور بعد كل ماتش. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، والله ما مبالغه. انا بحس لما المصري بيكون كسبان ان البلد بتضحك، ما اعرفش الشعور ده بيجي لي ازاي. انا ببقى ماشي حاسس ان الشارع نفسه الارضيه بتضحك. انا بقول لك الشارع، الارض بتاعت الشارع بتضحك. ده احساس انا الشخصي يعني. فانا اتمنى ان اللعيبه بس يبقى عندها هذا الاحساس، ان انت يوم ما بتكسب بتفرح بورسعيد كلها، بتفرح مليون ما يقرب من مليون بورسعيدي، بتفرح ناس مغتربين ما تتصورش فرحتهم ازاي بالفوز المصري اكثر من فرحتهم اللي جوه بورسعيد. فنتمنى ان شاء الله الفوز بالنادي المصري بعيدا عن اي تصفيات. واحنا بناخد من كلام الدكتور محمد فاروق وبنتمنى التوفيق لنادينا المصري، وبنشكر الدكتور محمد فاروق على الاستفاضه العظيمه دي. شكرا يا دكتور.